مع ال11. أعزائي مشاهدي ومستمعي إذاعة RDC، مرحبا بكم اليوم في الحلقة الثانية من برنامجكم الأسبوعي أغري نيوز. البرنامج هذا يجيكم كل نهار السبت مع ال11. مستمعينا، كنا في الحلقة اللي فاتت حكينا على موضوع الأعلاف وانهيار المنظومة هذه والوضع الحرج الذي يمر به القطاع في تونس في ظل غلاء الأسعار المتزايد وتداعيات عمليات الاستيراد، خاصة في الوضع العالمي الحالي، خاصة في الحرب التي تدور بين البلدان التي تنتج المواد الأولية بالأساس. وحكينا وقلنا أنه فما بدائل للأعلاف هذية وما نقعدوش احنا مرتهنين للسوق العالمي الخارجي. وحكينا على زراعة الكلزة، النبتة هذه اللي تتسمى بالعربية السلجم الزيتي، نجم تتزرع في تونس وتكون بديل من البدائل وحل من الحلول الممكنة في قطاع الأعلاف في تونس، سواء لقطعان الدواجن أو قطعان الأبقار والأغنام. ورجعنا لكم مستمعينا من جديد، وباش نبداو معاكم الروبريك فلاحتنا. في الروبريك هذه باش نحكيو على زراعة الكلزة كما كنتوا تشوفوا في الفيديو. الزراعة هذه ماهيش جديدة في تونس، قديمة، معناها تخلى عليها الفلاح مدة معينة ثم رجع. ارتفع المساحة متاع الزراعة متاعها من 463 هكتار في موسم 2014-2015 إلى 14,330 هكتار في موسم 2021، ويتوقع الوصول إلى 22 هكتار من زراعة الكلزة. والمعطيات هذه الكل راهي حسب المعهد الوطني للزراعات الكبرى. إذ حققت زراعة الكلزة تطور سنوي ب 84%، وارتفع عدد المزارعين اللي ينشطوا في المجال هذا من 55 إلى 407 فلاح، وتوقع الإنتاج ب 18,500 طن خلال موسم 2020-2021، وكانت المردودية ممتازة، وصلت إلى 30.5 قنطار للهكتار. إذن حكينا شوية على زراعة الكلزة، وباش نزيدوا نحكيو في الموضوع هذا في الروبريك الثالثة. نتعداو للروبريك الثانية اللي هي أغري كولتور. الروبريك متاعنا أغريكولتور أعزائي المستمعين باش نحكيو على ثقافة الفلاحة وعادات وسلوكيات المواطن التونسي في علاقة بالغذاء. هل أنه التونسي يعرف يأكل ويفهم في المكونات متاع الأكل متاعه، وهل يحرص على الحصول على غذاء ذو قيمة متميزة وإلا لا، وإلا هو يأكل وكهو؟ منذ مدة انقطع الزيت النباتي المدعم في الأسواق التونسية، وتسبب في أزمة في المطبخ التونسي بعد ما كانت قارورة الزيت المدعم ب900 مليم للتر الواحد، قفز الثمن إلى 7 دينارات للتر الواحد من الزيت المدعم، الزيت الغير المدعم، حسب إحصائيات هذه قامت بهم وزارة التجارة. فإنه تونس تستورد 165 ألف طن من الزيت النباتي المدعم بمعدل 14,500 طن شهريا، موزعة على 42 وحدة تعليب. وتقدر قيمة الدعم ب 168 مليون دينار، هذا في سنة 2015، ووصلت إلى 480 مليون دينار سنة 2052. تقدر احتياجات الدولة من مادة الزيت المدعم ب 170 ألف طن سنويا، ونستورد منها كان 40%. وحسب منظمة الدفاع عن المستهلك فإنه 18% فقط بالزيت المدعم يوصل للمستهلك التونسي،
و82% الباقيه هي معناها تمشي للنصيب الاكبر، هذا يمشي للمطاعم والمحلات وصناعه الدهن وكذلك صناعه الوقود الحيوي. حسب الديوان الوطني للزيت فإنه 190 ألف طن هي كمية الزيت التي يستهلكها التونسي سنويا، ويتكلف الدعم حوالي 500 مليار على الدولة. دونك فما دعوات متواصلة، ومتأكد أنه الدولة لازمها تتخلى على الدعم في المادة هذه واللي غلى الثمن متاعها، واضطر المواطن انه في ظل عدم وجودها باش ياخذ الزيت الغير المدعم اللي كما قلنا سابقا الليتر نتاعو وصلت حتى ل 7000. حكينا في الحلقه اللي فاتت على ثقافه المواطنه المقاطعه اللي هي ثقافه شعب. هنا اسكو التونسي مطالب انه يقاطع الحليب، يقاطع الزيت، يقاطع المواد، اي مواد معناها يغلى سومها او تنقطع من السوق انه يقاطعها؟ ما كيفاش باش يعيش المواطن التونسي؟ وكيف فما مواد بالحق ما نجمش، مواد اساسيه ما نجمش يستغنى عليها او ما نجمش يقاطعها. لهنا احنا باش نجبروا التونسي انه يا اما يقاطع يا اما يتخلى عن المواد هذه، او يخلق عادات غذائية جديدة، يتخلى على المقالي، يتخلى على المواد والأغذية الدسمة التي تعتمد على الزيوت وتعتمد على المواد الدهنية. سؤال كبير برشا يتطرح، اسكو بلادنا خمت في المواطن، خمت في بدائل للزيوت هذية، وإلا باش نقعدوا كل مرة واحنا في حلقة مفرغة كما هكا والمواطن أصبح معناه هو المواد الأساسية كايني لعبة القط والفأر معناه في السوق، يمشي يدور فينالمون معناه يضطر انه يشري الزيت الغير المدعم ب7 دينارات. هنا نكونوا كملنا فقرتنا الثانية ونتعدوا للفقرة الثالثة اللي هي فقرة سكسيس ستوري. ورجعنا لكم من جديد في روبريك الاخرانيه متاعنا اللي هي سكسيس ستوري مع صديقتنا يسرى زنازن. مرحبا بك يسرى. بك يعيشك، ميرسي بوكو على الاستضافه. يعيشك يسرى. انت مهندسه فلاحيه متخرجه من المدرسه العليا للفلاحه بشط مريم. مرحبا بك اليوم معنا، نورتنا في اذاعه RDC. مرحبا بك. ميرسي بوكو. في البدايه ماذا بيا تقدم لي روحك، يعني تكوينك والبروفيل نتاعك شنو ومسيرتك معناها الدراسيه. أنا يسرى زنازن، شابة تونسية، عمري 28 سنة، أصيل ولاية القيروان. مرحبا. قريت في المعهد العالي العلومي الفلاحي بشط مريم، عملت فيها السيكل انجينيور متاعي، تخرجت عام 2018. من بعد قررت أني نواصل في البحث العلمي، عملت ماستر دو ريشيرش كملت عامني، وبعدها ديريكت تعديت لمرحلة الدكتوراه. أنا سنة معناها سنة ثانية دكتوراه في نفس المعهد. ما شاء الله. معنا دكتورة اليوم. مرحبا بك. كما كنت تسمع فينا نحكي ومعناه في ربط بالموضوع متاع الحلقة اللي هو السلجم الزيتي أو الكولزا. عندك فكرة على النبتة هذه؟ شنو الخصائص متاعها؟ اسكو بالحق تنجم تكون هي معناها تعويض في تركيب، تكون تعوض في تركيبة العلف مختلف القطعان، مش معناها كان للدجاج ولا الأبقار، يعني القطيع الشتى اللي عندنا الكل في تونس ينجم ينتفع بالنبتة هذه. وي بيان سور النبتة هذه يعني أهم حاجة هي أني ديسبونيبل معناها في تونس، تتزرع في برشا مناطق غنية معناها فيها الموارد، معناها فيها كومبوزيسيون نقولوا نحن تركيبة مقبولة من نسبة بروتين من 18 ل 20%، نسبة عالية من الزيوت بريسك 40%، فيها معناها حتى ريش اون اوميغا 3، معناها غنية بالاوميغا 3 اللي هو يحسن في جودة المنتوج الفلاحي من بعد كيلك سوا في العظم ولا في اللحم. معناها ديسبونيبل سورتو كما قلت لك، وحتى الزيوت نتاعها تنجم تكون نافعه للانسان، يعني تنجم تعوض لنا النقص الموجود في الزيوت نتاع المدعمه.
بيان سور هي يعني هو معناها زيت ذو جوده، خاطر فيه برشا اوميغا 6 اوميغا 3 معناها زوز هذوما، واللي هما معناها زيوت نافعين معناها البدن ممتاز. وممتازين. يعني ذيك معناها مساله الاسعار ممكن 8 دينارات للتر ولا حاجه، بوتيتر هذاك هو السوم اللي تستحقه راه بارابور. خاطر كي تشوف مثلا ويل دامون 12 توا 100 مليلتر بريسك ب 25 دينار، معناها سا ديبونس. سيزام زاد كيف ان لتر 8000 جو كوا. دونك كل زيت زاد ياخذ حقه معناها. لان 7000 راهو زيت القطانيه وزيت القطاني زيت النباتي المستهلك راهو في تونس كي ياخذ زيت نباتي يعني اون جينيرال راهو ما يركزش زيت عباد الشمس ولا زيت كوزا ولا اعطيه معناها بديل باش هو يطيب باش كذا يمشي اموره نقولوا نحن. تبقينا معناها كمنتج 8000 نقولوا نحن يعني بوتيتر معناها ثمن معناها نقولوا نحن معناها ساتيسفيزون نقولوا نحن. نحب نسالك اسكو موجود الزيت الكولزا موجود على زيت الكولزا؟ موجود زيت الكولزا، ولكن معناها كما قلت لك القيمه الغذائيه نتاعو خير من قيمه زيت المدعم. يعني هذاك علاش معناها الثمن معناها مش قد اكيد باش يكون اغلى، باش يكون اغلى صحيح. يعني باش يكون اغلى من الزيت المدعم. هذاك علاش معناها حسب رايي انا الشخصي ما ينجمش يكون فريمون الترناتيف للزيت المدعم. الزيت المدعم واضح. لازم معناها بالنسبه للانتاج نتاع المواد هذيا حسب رايي انا معناها توا احنا نخدموا كل واحد يجتهد من بلاصته، لكن لازم تكون استراتيجيه عملتها الدوله فريمون توجه كامل معناها باش تنتج هالمواد المحليه. سياسه الدوله تدخل في سياسه الدوله معناها باش احنا الهدف شنو معناها؟ الهدف ان نقصوا من المواد المستورده معناها نعوضوها جزئيا بالمواد المحليه. خاطر راهو زاده كي تجي تشوف راهو اغلبيه الدول الاخرى مش كان نحنا راهو ناخذوا في السوجه والعبيديه مستورده، راه بقيت دول العالم الاخرين الكل ياخذوا معانا. لكن عباد الشمس يتزرع في تونس، يتزرع ولكنه لازمته برشا ليسباس وبرشا الماء معناها لازمته برشا موارد. ونحن اغلبيه الفلاحه في تونس فلاحة صغار عندهم أقل من 5 هكتارات معناها أغلبية لي بيريمتر نون إيريغي معناها ما عندهمش ولا. دونك بوتيتر حتى توا الكونترانت زاده الكبيرة اللي هي الماء تدخل معناها في الكو نقولوا نحن نتاع الزراعات. تكلفة الزراعة يعطيك صحة، تكلفة الإنتاج يعطيك صحة. لي كروند كولتور هذوما معناها في تونس بصراحة معناها أنا ما نراهمش اللي باش يكون عندهم بوتنسيال كبير مستقبلا. أي مستقبلا. نحكي على المستوردة، نحكي على المستوردة. هذاك علاش أنا نشجع التوجه إنه نركزوا على حاجات محلية، سورتو إني تكون سورتو معناها إحنا عنا نقولوا نحن المراجع نتاعها، عنا لي كتالوج نتاعها عارفينها معناها نقولوا نحن جينيا شنو النبتة هذيك مردودية متأكدين منها. وأون بلوس معناها عندنا لها الموارد ومتأقلمة مع المناخ نتاعنا. ما نقعدوش معناها ندخلوها لبلادنا بتيتا بتي. دونك اون بو با معناها افيك لا سيشريس اي تو سا معناها نكملوا في التوجه هذا. لازمنا نركزوا على اللي عندنا الحاجات المحلية. أنا هذا رأيي. وشنو اللي عندنا؟ عندنا برشا موارد محليه. راه نبدا لك من الشعير للقمح الصلب للقمح اللين للتريتيكا للفالفا للافوان اللي هما القصيبه والفص. عندنا التريتيكال، عندنا الرايقرا، عندنا ما شاء الله معناها توتونغا. وعلاش هذوما الكل معناها الحبوب هذه الكل متخلى عنها ومعناها ماهيش مستغله خاصه في الاعلاف؟ نحكيو في مستوى الاعلاف. الأسباب معناها اللي خليت أولا معناها القطاع هذايا في تونس صناعة الأعلاف المركبة ولا المش مركبة في تونس راهو تحكم فيه أمور معناها سياسية ومش سياسية. معناها برشا أسباب. فما أسباب سياسية معناها ما نحبش نخوض فيها، ولكن كدولة نحن في تونس ما عندناش استراتيجي واضحة متاع معناها توجه واضح الانتاج في القطاعات الكل. راهو عندنا شويه خدمه استسهال الاستيراد هو اللي خلينا وصلنا للحكايه هذوما.
انا يعني نستورد ويقول لك اقل، تطلع لي اقل تكلفه. ديما هما يخافوا من كلفه وحط في التكلفه نستورد خير من يتتكلف لي. سياسه تونس الاقتصاديه منذ بعد الاستقلال من الستينات، معناها الدوله قررت اني معناها تعول على الاستيراد وتعمل على المارشي انترناسيونال، قررت انها ترتهن. نقولوها، خلينا نكونوا واضحين، هذا ارتهان للسوق الخارجي. راهو انا ما نراهيش امور سياسيه بقدر ما هي امور استراتيجيه سياسيه داخليه وخارجيه، وبعد معناها استراتيجيات على المدى البعيد. فهمت؟ احنا نخموا حتى حد ما كان يتوقع انه بيصير حرب بين روسيا وبين اوكرانيا جوستومون هكا ولا لا. كان جينا احنا ننتجوا معناها الانتاج نتاعنا العلف ولا حتى اللي ناكلوه، ما كناش نقعدوا فما شركات سكرت، معامل سكرت، صحيح وديزيلفاج سكروا. صحيح سياسيا مش معناها اللي يفهموه معناها اغلبيه الناس اللي هي السياسه معناها كما نحن عندنا توا الاحزاب والحركه هذه، معناها لي بوليتيك نتاع تونس، سياسات اكثر منه استراتيجيات. يعطيك الصحه. خلينا نعوضوها سياسات نتاع الدوله في القطاع هذايا، مثلا الفلاحه معناها الفلاحي بصفه عامه. يعني احنا توا انا معناها حسب راي وحسب ما قاعده نشوف، احنا لازمنا معناها كدوله تونسيه اول حاجه نعملوها هي نخدموا لي باز دو دوني نتاعنا. تو كي نخدموا لي باز دو دوني نتاعنا وقتها كيفاش تعملها انت استراتيجي بازي سور كوا، على شنو باش تكون مركزه استراتيجي؟ راهي لازم على ارقام، على معناها احصائيات دقيقه باش انت دراسات، باش تعرف انت الموارد اللي عندك وتو فا لي اوبتيميزي، معناها توظفها باحسن طريقه. هذا هو الهدف تاكوردو. دونك لهنا انت ما تنجمش تحدد استراتيجيتك شنو كدوله وانت ماكش عارف سور تيران شنو عندك. نقول لك يعني توا نحن مثلا كباحثين كل مره يجي معناها انا ولا واحد من زملائي يخدم دراسه يبداها من الاول بالكل. معناها مثلا انا نخدم يعني مثلا انا نخدم على الاعلاف البديله مثلا، نعمل في بروسبكسيون للقطاع نتاع الدجاجه الضيعه في تونس. الارقام نحاول انا معناها نجيب في الارقام من عندي باش انا نعمل مجهوداتك الخاصه. يعطيك الصحه. معناها باش نعمل انا كاركتيريزاسيون للسيكتور، معناها نشوف خصائص القطاع باش نعرف كيفاش نتحرك، شنو هو مشاكله، شنو هو ناقصه، انا باش ينجم البحث العلمي نتاعي ينفعه. ما عنديش معناها دي دوني واضحين، سورتو راهو في دجاجه الضيعه راهو ما عندناش. والله انا في بالي يسرى اللي لوفيس ديلفاج تو باتوراج معناها ديوان توفير المرع، هو اللي عنده قاعده على البوليفيرمي وقاعد يخدم على الموضوع هذا. عمل توا من 2010 سي جو مي رابيل بيان لوفيس ديلفاج دي باتوراج عمل استراتيجي انه يقولوا نحن يركز على الدجاجه الضيعه، ولكن شنو دون لو كادر انه يشجع المشاريع الفلاحيه الصغيره. صحيح. يعني كي تجي تشوف انت توا مثلا تدخل على السيت نتاع لو اي بي باش تشوف معناها المعلومات على القطاع هذايا، تلقى معلومات كان على لي زيلفور ديكلاري عند لوفيس. فهمت؟ يعني ما تلقاش فريمون اون بروسبكسيون كومبليت على دولة التونسية نتاعنا. مثلا كيما في الجيباك، تحل الجيباك تلقى المربي معناها الدواجن في الباز دو دوني. يعطيك الصحة. حتى في الكارت موجودين وين بالضبط وكل. ولكن في قطاع دجاج الضيعة مازال مبهم بصراحة، وفيه برشا ديزانترون معناها الناس قاعدة تتعامل معاه على أساس هو مشروع بدي. حتى معناها اغلبيه العباد تونا اللي كونتاكتيتهم ما همش فلاحه، فهمت؟ يخدموا على جاب شويه دجاج، جاب شويه علفه، حطهم في بيت وجاب فقاصه هكا هو يبيع كيما الغرام تقول هكا بروجي، كيما لي بتي بروجي اللي يعملوا عليهم في دي فورماسيون. هاو اصنع الصابون، هاو اصنع الحلو، هاو ربي شويه دجاج. يعني قاعد في الكادر هذاك كان ما جاش فما ناس خدموا على لي فورماسيون هذوما في لي ديرنيير زاني، بوتيتر راهو ما يتلفت له حتى حد. فهمت؟ هذاك علاش انا ديما نرجع ونقول راهو ريت الدوله، اي قطاع يحب يتحسن الدوله لازمها هي تكون الريفيرونس وهي تعمل انيشيتيف وهي تحدد السياسات. خاطر لو كان باش تخلي سيكتور يخدم نقولوا نحن على الهامش، لي مونوبول باش يدخلوا على الخط.
داكوردو باش يدخلوا على الخط. وهما اذا كان كيما اللي صاير توا، اذا كان هما الشابوت معناها لامبورتاسيون نتاع العلفه، الشابوت الفورمولاسيون، الشابوت اوسي لا فيلغاريزاسيون. توا هما راهم قاعدين الشركات الكبيره تعمل توا في الارشاد الفلاحي حتى في الزراعه يعني مع افكتيفمون للمجهودات اللي تعمل فيها الدوله راه يعني الاكسي اللي عندهم الشركات هذه للمربين، وحتى لي بروبوزيسيون هما يعملوا فيهم. يعني انا يقول لك انا نجيب لك الدجاج ونجيب لك العلفه وانت ربي وانا نقبل عليك وبيع. هو اون فان كونت يخليك تربح في مارج معينه محصوره، عباره انت تخدم موظف. يعني معناها هذا يعني بالضبط. صحيح راديو الصراحه هذه صراحه معقول برشا تكلم بكل صراحه يعني بالحق. معناها جو فو كاركتيريزي لا سيتوياسيون معناها تيل كيلي، خاطر بوتيتر سي لو جور دو دير لا فيريتي معناها فهمت. ومن بعد هذاك علاش انا نحاول من جهتي كمعناها مهندسه نعمل في الريشيرش وغيري في الدوله وكيف سيادتك مدام جميله اكسيتيرا، كل واحد بتيتا بتي معناها نلموا لي زيفور نتاعنا مع بعضنا ونقعدوا اون كومونيكاسيون باش نصلحوا الاخطاء اللي صاروا قبل ونحاولوا نبنيو ان شاء الله. به نرجعوا للكولزة. الخصائص نتاعو كبذرة. الحقيقة أنا عندي معلومة إن شاء الله يعني نقولها بتحفظ، إنه الإشكالية الوحيدة اللي موجودة في زراعة الكولزة أو السلجم الزيتي هو إنه سيتون معناها غرين إبريد. يعني أنا كنت تفهمنا أنت إبريد يعني السادة المشاهدين المستمعين. إبريد شنو معناها؟ يعني هي هجينة معناها البذور اللي نحن نستعملوا فيها بذور هجينة. يعني العام الجاي ما نزرعش. يعني في الإف نقولوا نحن أنت مثلا زرعت السنة الزريعة اللي لميتها نقولوا نحن باش تعاود تخدم بها، هي راهي اون فيت مش ما تطلع عليكش راهو كولتور تطلع راه، اما ماهيش اوموجين. نقولوا نحن نيفو اوتور نتاع البلانت برودكسيون كذا معناها لا برودكسيون ني با اوموجين، وكي تبدا برودكسيون ماشي اوموجين. هذا بالنسبه للي سيمونس الكل. شنو يصير؟ انت ما تعرفش الكالندريي نتاعك بالضبط كيفاش النظام نتاعها، دونك ما تعرفش وقتاش تسقي وما تعرفش وقتاش تداوي وما تعرفش وقتاش تحصد اكسيتيرا. ما عندها باش يصير لك خلل في الكوندويت نتاعها. الهوموجينيتي يعني ماهيش متجانسه الكولتور داكوردو. دونك انت باش تصرف عليها بالفارغ، ماكش عارفك الزريعه هذيك شنو باش تجيب لك. معناها من بعد في المردوديه باغ اكتار مانيش باش نلقاو حاجه باش تلقى حاجه تفرح، باش تصرف عليها اكثر على المصروف. يعطيك الصح. شنو الحل هنا انت كشيرشور؟ نتوجه لك بالسؤال هذا، شنو هو الحل في الحكايه لي زيبريد هذه والبذور الهجينه، خاصه انه معناها انا كلمت فلاح قال انه فما غشه في البذور حتى في المستوى العالمي، ينجم يبعث لك بذور دو موفيز كاليتي ترسل لك معناها. لهنا زاد دور الدوله راه اذا كان معناها الدوله نقولوا نحن الكونترول بيان سور معناها لي سيمونس امبورتي معناها قبل ما تجيبها الفلاح لازمها يعني لازم تقع مراقبه الجوده نتاع البذور هذيك. اللهم احنا كبلاد طلبنا الكاليتي هذيك موضوع اخر والفلاح ما في بالوش وقتها موضوع اخر. اما اذا كان احنا معناها طلبنا كاليتي معينه وجاتنا كاليتي اقل من المطلوب، نورمالمون السمونس هذيك ما يدفعش نقولوا نحن تكاليفك الكاليتي هذيك الفلاح نورمالمون ما توصلوش حسب رايي انا داكوردو. وهذه مشكله راه مشكل في الكولزا في البذور المستورده الكل. اول حاجه كما قلنا بكري هاجينا، وثاني حاجه تخلينا ديما مرهونين للسوق الخارجي اللي هو وداخله في الاستعمار الغذائي. خاطر راهو كي نحكيو على العلفه نتاع الحيوانات، هذه الحيوانات هذوك شنو هما؟ البروتين نتاعنا نحن، هما الغذاء نتاع الانسان. الغذاء نتاع الانسان مربوط ببعضه داكوردو. دونك هو اذا كان يتحكم لك في الامن الغذائي نتاعك يعني استعملك بطريقه غير مباشره داكوردو. دونك احنا فما دي تونتاتيف، هي فما فلاحه في تونس يحاولوا يحافظوا على معناها البذور التونسيه الاصيله، يعملوا في دي زيفور معناها بيرسونيل الحقيقه ومشكورين جدا معناها، وان شاء الله معناها يواصلوا في النشاط هذا. قاعدين يتعرضوا للهجمات راهو يا يسرى معناها ان شاء الله معناها بلادنا وي سي فري معناها ان شاء الله معناها هاني كما قلت لك يواصلوا معناها في النشاط هذايا مالغري الضغوطات.
خاطر انا نعرف اللي فما ضغوطات قاعده تمارس عليهم العباد هذوما بطريقه مباشره وغير مباشره. ولكن زاد كيف اذا كان احنا نحبوا نثمنوا البذور الاصليه نتاعنا البيور هذوما اللي هما نجموا نكثروا منهم وكذا، كيف الدوله لازم تدخل على الخط. لازم البذور هذوك يكونوا مقايدين في معناها في مثلا بنك الجينات نتاعنا، ولازم نقولوا نحن الدوله تشجع الفلاح على الحفاظ على الانتاج، وتنجم علاش لا مثلا نقولوا نحن تعمل استراتيجي للاكثار، كيفاش اللي عنده لي نوايو يتلهي بالملتيبليكاسيون يفرق على الفلاحه وهما بدورهم يعملوا لا ملتيبليكاسيون، وهكاكا معناها او فور ميزور جينيراسيون بعد جينيراسيون تولي عنا معناها في كل نوع نتاع بذور الكونتيتي الكافيه اللي تلبي الحاجيات نتاع الاعلاف نتاع الحيوانات تاعنا ولا الكونسوماسيون معناها نتاع البشر. فهمت يعني هذا زاد كيف توا مجهودات خاصه قاعدين يقوموا بها بعض اشخاص وجمعيات الى حين اني معناها الدوله وتاخذ تاخذها يعطيك الصح، تاخذ بزمام الامور وتسهل ترجع الدور نتاعها يعطيك الصحه، وتراقب سورتو تراقب مش معناها مش بالمراقبه القديمه بالمعنى القديم، لا تراقب يعني توجه تنكادري يعني معناها تكون هي نقولوا نحن ترجع مع والله فما برشا ناس يقول لك نرجعوا كيما كنا خاطر بالحق كانت عندنا برامج وسياسات صحيحه وسياسه الدوله كما كنت تحكي معناها. انا نتذكر برنامج بسيط كما برنامج التنميه الريفيه كان معناها كان يعاون في الناس، كان يفهم، كان غياب المره اللي فاتت حضر معنا مربي قال غياب المعلومه. الارشاد الفلاحي ناقص ياسر في تونس، انا قلت لك يخدموا فيه توا الشركات الخاصه يخدموا فيه بوتيتر لي فيترينير يخدموا فيه معناها مالغري الدوله راهي عندها معناها ديزورغانيزم خلايا ارشاد الفلاحي، عندنا وكاله كامله في الان سافاري موجوده وقيمه الذات معناها وتخدم راهي في خدمه باهيه وكل شيء، لكن شويه ماذا بينا تزيد تخدم اكثر توا. والله انا حسب ما خاصه مع لي شيرشور انا بصراحه نحب نقولها هذيا، لانه كما نشوف معناها مدموزيل يسرى دكتوراه سنه ثانيه دكتوراه، اكيد راهو عندنا دكاتره اخرين في مجالات اخرين وعندنا برشا معناها ناس دماغات. شنو المانع باش احنا هالبذور الهجينه هذيا هما وناخذوا فيها من البر؟ علاش ما تتعملش في تونس؟ علاش معناش احنا معناها ادمغه انها قادره تعمل السيليكسيون في تونس؟ هذا سؤال. عندنا ادمغه بيان سور، وعندي برشا زملائي يخدموا على برشا انواع نتاع نباتات اخرين، يعني صدقني معناها بوغ دي بروسبي راهو طبيه وفلاحيه وبرشا حاجات، معناها فما برشا دي ريزولتا انورم قاعدين يطلعوا فيهم لي شيرشور. يقول قايل لهنا معناها مؤسسات البحث العلمي فاش قاعده تعمل في تونس في ظل سؤال خطير. ما هو سامحني باش نقول لك حاجه، انا حسب رايي حسب رايي الخاص كما حكينا بكري اللي الدوله باش تحدد التوجهات نتاعها ولا السياسات نتاعها اترافير شنو؟ اترافير معناها السيتواسيون الموجوده، معناها نقولوا نحن في الفلاح مثلا الكونجونكتور في البلاد يعطيك الصحه تعمل قراءة للموجود به. ومن بعد شنو باش تعمل؟ تقول مثلا أنا باش نركز مثلا على إنتاج بذور علفية محلية. وقتها يجي دوري أنا كباحث علمي، خاطر شنو الدولة مش باش تعطي الفلاح راهو من الأول هو يجرب، مش بيجرب عند الفلاح، مش الفلاح اللي هو يقولوا نحن يحمل على عاتقه تكاليف التجربة هذيك نجحت ولا ما نجحتش. أنا كمؤسسة بحث علمي لازمني نشوف توجهات الدولة وين ماشيين ونعمل لي زيكسبيريونس نتاعي ونعطي الريزولتا نرجعها للدولة، خاطر أنا نخدم تحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داكوردو، يعني أنا نرجع لها كل ارتيكل هذاك ولا الدوكيومون هذاك هو الفروي نتاع الوزارة هذيك اون فيت راهو مش نتاعي أنا. لكن يسرى معناها سامحني مدام جميلة خاطر فما معناها انشينمون الشين هذه مش قاعدة تخدم كوم يلفو داكور، معناها تيجي مثلا شيرشور اللهم لي سونتر دو ريشيرش هذيك حاجه اخرى، اما مثلا في لي انستيتيو كيما احنا بور فيكسي ان سوجي دو ريشيرش اون جينيرال العباد مش قاعده ترجع نقولوا نحن للدوله شنو حابه،
مثلا واحد يحب يخدم على بلانت اكس، الاخر على بلانت يغري، الاخر فهمتك. فماش كورديناسيون ما بين الاطراف الكل في القطاع. باش نقولوا نحن مثلا توا معناها باش نعطي ان اكزامبل، نخدموا على الكوتي انفيرونمونتال، تاثير معناها نتاع لي كولتور هذيا المستورده على المناخ راهو انورم وراهو كارثي على المناخ. ولكن الفلاح تو ما يحسوش، خاطر الاولويه لشنو؟ للشبتال نتاعو يعطيك الصحه، هو ديجا ما خلاتش باش ياكل، تحكي له انت على الاثر البيئي. لهنا شنو مالغري احنا نعرفوا اللي الاثر البيئي موجود، لهنا الدور نتاع شكون؟ نتاع لي فيلغاريزاتور هذوما اللي تابعين الدوله، هما يحكيوا للفلاح يقولوا له معناها المخاطر نتاع يعطيك الصحه، والا مخاطر نتاع لي بوي في لي زون روج مثلا، كي انت تحفر بير معناها هما معناها يوجهوا والا يراقبوا والا يكبسوا على العباد اللي قاعده تحفر بالسرقه، ويشدوا معناها الممارسات هذيا اللي يعملوا فيها إليغال، خاطر مش ديما الفلاح هو ضحيه، كل سيكتور فيه الباهي والخايب. يعطيك الصحه. كي انت تكبس وتضيق عليهم الممارسات الخايبين هذوما زاده، نجم انا نهار اخر صوتي يوصل، وان بلوس كي الفلاح يولي ينتج يولي انجاجي معاك، هو كي تحكي له على البيئه هو كي بدا رابح جيبوا مليان وهذيك الحاجه يسقط منها، نقولوا نحن يمشي معاك يعطيك الصحه. تقول له مثلا انا نقص من الاستهلاك نتاع الماء والا ازرع، ولا كنت يقول لك انا عندي 4 دجاجات وما عنديش السقوي ونشري نستنى شده الصف ليله كامله على شكاره العلفه، فاش تحكي اثر بيئي ومستورد. معناها انت هنا طالب بالكورديناسيون بين الدولة وهيكلها وبين الفلاح وبين الأطراف المتداخلة الكل، يعني رؤية شاملة وواضحة للمستقبل. هذا هو اللي لازم يصير، هذا هو اللي لازم يصير. لازم القطاعات الكل بصراحة معناها تدخل أكثر en communication وتعمل سورتو أكثر إيفور، أكثر مجهود، خاطر توا رانا في قولوا نحن سباق مع الزمن. مع الزمن داكوردو. يعني أنا مثلا النجم نجري وحدي ما نوصلش، لازم الكل نجريو مع بعضنا وبغران فيتيز زاد، مش معناها هكاك برا باش نجموا نجريو. لهنا يسرا نحب نسألك على المبادرة اللي قامت بها المدرسة متاعكم فيما يخص زراعة النبتة هذية، وفي علاقة بال معناها الفلاحة، كيفاش ينجموا ينخرطوا في البروجي هذا. حكينا شوية على البروجي هذا لأني أنا شفت اللانسمون متاعه وشفت حتى التفاعل من فلاحة خارج تونس. جانا شفت تفاعل من الأشقاء الجزائريين معناها اللي هو من أهمية نتصور مهم برشا. بيان سور معناها المشروع البحث العلمي نتاعي يندرج في إطار مشروع بحثي تنموي قائم في المؤسسة نتاعنا، اللي هو هذاك هو معناها التركيز نتاعو، لوبجيكتيف نتاعو هو الاليمونتاسيون دورابل مستدامه نتاع البول فيرمي، يعني التغذيه المستدامه نتاع دجاج الضيع. داكوردو. دونك احنا شنو لهنا حاولنا معناها قمنا بعمل كبير ياسر مع القطاع العام ومع القطاع الخاص والمتدخلين في صناعة الأعلاف الكل، باش خرجنا شنو ما الموارد اللي نجموا نستعملوهم في تونس باش نقصوا من استهلاك الموارد المستوردة. داكوردو. نحن الحقيقة معناها من الأول قلنا رانا ما نجموش نحيوهم 100%، خاطر أكثر من 75% من التركيبة متاع المادة العلفية هذه مواد مستوردة. دونك انت ما تنجمش معناها القيمة الغذائية نتاعهم ما تنجمش تعوضها بمواد محلية، معناها من الأول قلناه الشيء هذا ما تنجمش تنحيها 100%. أما احنا lorsqu'on fait la substitution معناها بارسيال نعوضوا، نبداو من الأول نعوضوا، هنعوضنا بارتي ونجربوا ونعطيو ريزولتا بوزيتيف، نقولوا تيان هاي الفورمولا هذيا اللي بازي على مكونات محلية تنجح وتلبي حاجيات الطيور فما فورمول حاضره توا. عندنا دي فورمول قاعدين نجربوا فيهم احنا توا، راهو معناها لي فورمول اللي عندنا معناها باش نجربوهم في المحطه التجريبيه اللي عندنا ديجا في المدرسه. داكوردو. كيما قلت لك بكري الفلاح فما فلاحين راهو يحبوا يتطوعوا يخدموها الاكسبيريونس، ولكن احنا سولون لا ديسيبلين اللي عندنا في البروجي يعني لازم نجربوا احنا في المحطه التجريبيه نتاعنا
ومن بعد الريزولتا اللي نحن باش معناها نلقاوها ديسكوتابل، راه ماهيش قرآن منزل. علاش؟ خاطر فما عوامل اخرى تتدخل، كيما مثلا لا ديسپونيبيليتي نتاع لي زانغريديون هذوك على السيزون كامله، ومن ريجيون لريجيون تتبدل. داكوردو، يعني فما زاد المساله هذه لازمنا ناخذها اون كونسيديراسيون. القدره نتاع الفلاح انه يزرع وينتج والا يشري الموارد هذيك بوان دانتيروغاسيون، زاد لازمنا يعني هذا الكل نجموا نناقشوه ونطوروه من بعد مع المتدخلين في القطاع. داكوردو، يعني الفورمول اللي نعملوها ماشي من بنزرت البنقردين مثلا تطبق. معناتها انت نجموا نعملوا دي فورمول سيكتوريال، يعطيك الصحة، معناها سبيسيفيك كل منطقة، ريجيون. يعطيك الصحة. جنوب خاص والشمال نجم. وزاد حتى في وسط السيزون لا ديسپونيبيليتي نتاع لي كولتور ماهيش معناها نقولوا نحن ستابل من سيزون سيزون. داكوردو، دونك نحن لهنا اون بو جوي سور سي فاكتور. هذاك علاش هذه خدمة لازمها عمل كبير، خاطر انت مش باش تعطي شكاره نتاع علفه وتمشي على روحك. ماناش نعمل علفه نحن، واضح. اما انت باش تعمل فورمول اجوستابل معناها دون لو طون. ماهيش معناها انتم فولي انسيتي الفلاح بيدو هو انه يعمل العلفه نتاعو، ما يقعدش ياخذها كيما نقولوا اف ا و اف 2 ودرا شنو في حسب الموارد نتاعو اللي تجي. هي مادام معناها ما نسميوش لي مارك، ما نسميوش لا ما جوست معناها خاطر انا نقول اف ا هو فما فلاحه متكونين، فما فلاح ينجم يغلط معناها يشري نبوخت كوا. صحيح، هما راهو معناها انا نحب نقول معلومه هذه امبورطونت برشا، ان شاء الله ما يتغشوش عليها برشا عباد، اللي راهو بالنسبه للدجاجه الضايعه العلفه هذيك انتر بارونتيز ديما نحكيو على الدجاجه الضايعه، ما نحكيو على اي جوستومون. هذا شنو حبيت نقول، راهو العلفه اللي موجوده تو في السوق يشريو فيها الفلاحه للدجاجه الضايعه راهي مش معموله للدجاجه الضايعه، وحتى اللي معموله للدجاجه الضايعه بوان دانتيروغاسيون. علاش؟ خاطر احنا الدجاجه الضايعه اللي عندنا جينيتيكمون ما عندناش لي كاتالوج نتاعو، معناها ما نجمش انا نقول لك الانيمال في الاذاك نتاع الراتسه اكس في العمر اكس راهو لازمه كذا 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 بالضبط. علاش؟ خاطر الدجاج الضايعه دجاج بوبولاسيون نقولوا نحن بلغه الدومين، مخلط يعني جينيتيكمون شويه من هذيك شويه من الاخرى، البول من نوع والدجاجه من نوع والسردوك بليزيور جينيراسيون، معناها جينيتيكمون ماهوش ستابل الروندمون نتاعو. داكوردو، دونك ما يجينيش حتى واحد توا يقول لي راهني عندي فورمول معناها مضروبه بالسافود يعطيك الصحه الفيومي ولا الدجاج العربي ولا كذا، وراهي دجاجتك باش تبيض لك نهار على نهار والا لا سي با فري. اون كومونس نحن توا رانا بادين من تحت الصفر معناها. داكور، اون فا معناها اسيي d'ajuster les facteurs هذوما environnemental و génétique زاد en même temps. داكوردو، اما شنو قاعدين نعملوا في دي تونتاتيف، قاعدين نجربوا معناها مثلا انا باش نعطي ريزولتا بوتيتر تنجح عند العربي ما تنجحش عند الرود، تنجح مثلا عند الرود ما تنجحش عند الفيوم. داكوردو، دونك يسرى لهنا في البروجي هذا شكون شاركتوا معاكم؟ احنا كما قلت لك ديجا بكري عملنا دي وركشوب مع القطاع العام والقطاع الخاص، حتى معناها الشركات اللي تنتج في العلفه نتاع الدجاج معناها السوري نقولوا نحن، تحاورنا معاهم المتدخلين في القطاع الكل، ومعناها وديرنييرمون في البريود الاخرانيه كنا على اتصال بالفلاح من مختلف معناها ولايات الجمهوريه، قاعدين نحاولوا معناها لو ماكس نتواصلوا لهم ونتصلوا بهم ونحكيوا معاهم، وعاملين والله لونكيت اللي عاملينها ا ريبونس اوفيرت معناها سيمي ستركتوري، معناها مش نجي انا نسالك اسئله وانت تقول لي اي ولا لا ولا موافق مش موافق، نقول لك شنو هي مشكلتك مع العلفه، احكي لي قل له احكي لي مثلا، اعطيني انت منين تشري فيها، شنو مشاكلك، المردوديه نتاع المشروع نتاعك راضي عليها مش راضي عليها، عندكش حلول، فمش حاجات تحب تجربها هك ريبونس اوفيرت باش تكون. ونقول له راهو الفلاح يا ودي راك انت البوان دو ديبار وانت البوان داريفي، راني انا هذا الكل نعمل فيه مش حطه معناها في البيبليوتيك ميرسي دو فوتر اتونسيون ونروح انا نعمل تيز ونمشي على روحي راهو. اما الريزولتا هذيك اذا كان ما تطبقش سور لو شون، الدوله خسرت عليا انا 3 سنين بحث معناها صرفت عليا وفي الاخر ما عملنا حتى شيء.
دونك انا جو دوا معناها فالوريزي الريزولتا نتاعي هذيك، وباش انا نفالوريزيها بصفه بطريقه صحيحه لازمني من الاول نشارك معايا الفلاح تاكوردو، معناها باش الريزولتا نتاعي من بعد يكون هو معناها نقولوا نحن على علم وينجم يستنفع منه البحث هذاك، وينجم اذا كان عنده دي بروبوزيسيون كيما مثلا مسيو عصام يعطي الصحه وحده معناها لا بروبوزي دو فير معناها اون اكسبيريونس معناها بيلوت في الريجيون في المرنكيه بويسكو هو عنده مثلا امكانيات وكل. قلت له اون فا ديسكوتي سا ابخي الحقيقه تو مازلنا، اما يعطي الصحه ينجم ينفع وهكاك. عندي سؤال هنا تقني بحت فيما يخص الكولزا، باش نرجع بيك للكولزا. وقت تصير الكولتور نتاعها وسايي وباش معناها ناخذوا لي غرين وكل، كيفاش باش ندخلوها في تركيبه العلف سو فورم دو تورتو؟ comment il va être معناها introduite في العلفة باش تخرجوا سو فورم دو تورتو؟ كيفاش باش تخدم؟ فما هنا معامل معناها نتاع علف توجهتوا لها انا باش تخدم لكم الخدمه هذه والا لا؟ باهي لهنا باش نزيد نفسر شويه الكونسيبت نتاع البروجي. احنا بويسكو قلنا رانا نحن نحبوا الفلاح يكون عنده اكسي للعلف البديل في بلاصه العلف المستورد. راهو لهنا زاد انا مانيش نجي نقول له وكل العلفه بوشونات كيما المعمل، انا باش نقول له هاي الروسيت شنو فيه، يعني باش نعطيه الروسيت هو يمشي يشري شعير ويشري تريتيكال ويشري الكلزا يشري كل شيء ويخلط وحده. معناها فما حاجات باش يعملهم كونكاساج، فما حاجات باش يعملهم بواياج حتى الطريقه معناها انتم الطريقه وحده هو باش يخلط وحده وهو باش يعطي للشبتال نتاعو وحده. احنا هذاك هو البيوت فهمت. باهي كيسيون كيما اللي انت بروبوزيتها توا مدام حلوه ياسر. لو فرضنا كما قلنا نحن زيت الكولزا دو هوت فالور معناها وليش اوميغا 3، بوركوا با ندخلوا معانا معامل الزيت يعطيونا التورتو نتاع الكولزا يجدوا منها الزيت ويعطيونا التورتو اللي هي ريشون بروتيين، واحنا الفلاح يدخل نوع اخر نتاع زيت اخس شوي. زيت الكولزا يمشي كونسوماسيون اومان، تورتو الكولزا يمشي للعلف، والبروبورسيون نتاع الزيت هذيك تتعوض من سورس اخرى. فهمتني مدام؟ في الفورمول معناها مثلا يجيد هو طريف ويل دو بالم ولا طريف مش بحط برشا خاطر ديما معناها البورسنتاج نتاع الزيت في العلفه ضعيفه. فهمت؟ دونك لهنا معناها اون بو ديفلوبي سا معناها بالنسبه للكولزا بالذات. فهمت؟ اون دوا ديسكوتي سا، اون بو ديسكوتي سا مع لي اندستري اللي يعصروا الزيوت خاطر حاجتنا بالتورتو اكثر منه من الغرين. داكور دونك اكزاكتومون. سؤال اخر، الكولزا اسكو il peut être معناها administré في العلفه en verdure sous forme de verdure؟ Bien sûr. Est-ce que c'est possible ولا؟ Bien sûr c'est possible. Bien sûr. مش في علفه الدجاج. شوف تسمى نتصور لهنا في الابقار ولا الاغنام ولا اكثر هي مستعمله، هي ديجا مستعمله راهو اون فيردور ما يحشوا معناها يعطيوها خضراء حيوانات خضراء. وي سي فري. اما انا كما يعني معناها كما جي ديفلوبي بكري ديما نحب نمشي مثلا كل سورس ناخذ منه الحاجه اللي نقولوا نحن تعنيني اكثر، الحاجه اللي فيها فالور اكثر. داكور تنجم تحش انت وتعطي القر نتاعك واحد تنجم، اما اذا كان هي الجرين نتاعها فيها برشا اوميغا 6 برشا اوميغا 3 نبدل انا طريقه استعمال الكولزا هذيك نولي جوتير لي بينيفيس ونعطي للانيمال كان البزوان اللي انا نحب نكومبلي لك ال 20% بروتيين هذيك اللي حاجتي بها نعطيه. فهمت؟ دونك لا فاسون كومون معناها نحب نزيد نوها على حاجه اخرى. راهو لي سورس اللي عندنا كيما الكولزا انكومبارابل مع السوجا والمايس معناها في الكومبوزيسيون شيميك نتاعها في التركيبه معناها في المكونات نتاعها القيمه الغذائيه نتاعها يعني اضعف من باللي باش يكونوا اضعف راهو من اقل مش يعني في البروتين والانرجي سورتو في البروتين يعني ما تنجمش تنافس هي السوجا. هذاك علاش انا كل سورس ماذا بيا نحطها في بلاصتها بالضبط باش نكون معناها
طلعت الفالور الماكسيموم معناها جو لا فالوريزي معناها بالطريقه الصحيحه على الاخر ويا ربي نخلط. سامحني لهنا أيه. انت توا قلت لي ماهيش باش تنافس السوجا صحيح ومش باش تعطينا تو دو بروتيين ال 40 ولا 44% اللازمين، اما احنا نجموا ناخذوا من عندهم 18% ونجموا نزيدوا دوتر اديتيف مثلا كما قلت فكره لازولا وي لي انسيكت وي اون بو وندخلوا هنا مش باش ندخلوا في البيو يسرى باش ندخلوا في الكونسيبت نتاع البيو. البيو بالنسبة للبيو مدام جميلة أنا ما نوافقش برشا معناها التسمية هذه. علاش؟ خاطر صدقني تلمون استعملوها العباد في تونس البيو ولا براند كوميرسيال معناها حاجة تجارية فريمون يعني خاطر راهو سلون معناها دي زيتود تعملوا معناها دي زيتود دو فيزابيليتي تكنيكو ايكونوميك تعملوا في الانستيتو نتاعنا على لي كولتور ولا لي زيلفاج اون مود بيولوجيك مكلفه ياسر. مثلا انت باش تنتج حليب بيولوجي لازم البقر نتاعك يكون سارح مثلا في ارض عندها دي كاركتيرستيك معينه، لازمك مثلا ما تداويش ولا تداوي بادويه معينه، لازم الجرين اللي جبتها باش تزرعها معناها الكولتور فوراجير تكون ديجا بيو داكور منتج بيولوجي يعطيك الصحه. كل شيء لازم يكون بيولوجيك. احنا نعرفوا مليح اللي البيستيسيد في تونس طاير في الهواء دونك ما تدخلش هي في الخانه نتاع البيو، تدخل في الخانه نتاع المحلي. ديما نقعدوا نحكيو على اللوكال حاجات معناها محليه. النجم كما قلت انت مدام نستعملوا دي سورس اخرين مثلا كما نوهت على لي زانسيكت مالغري احنا معناها القانون في تونس مازال مش واضح معناها في بوان دانتيروغاسيون على ليوتيليزاسيون دي انسيكت معناها في العلفه نتاع الحيوانات، خاطر فما نص واحد اللي هو يحرم استخدام لي سورس دي بروتيين انيمال كان معناها الحوت معناها لي زويل دو بواسون بتاتر ولا لي زوس دو بواسون هذوك معناها اوتوريزي، اما غيره كله معناها مازال ما فيهوش قانون واضح. مالغري برشا ناس معناها في تونس برشا فلاحه سمعوا بانواع نتاع دود موجودين في تونس محليا كيما مثلا لي تينيبريون اللي هما دود القبابي معناها حاولوا يستعملوه حاولوا يكثروا منه. بصراحه فيليير جديده وعندها شانس كبيره باش تنجح وسورس هايله باش ما نقولش رائعه نتاع في البروتيين وحتى في لي زاسيد اميني انديسبونسابل عندها ما تقول في روحها. اما زعما الكونسوماتور يقبلها معناها ما توا احنا مثلا في لونكيت مثلا كما قلنا رانا باش نشاركوا كي تبدا ايتود معموله بالصحيح. انا كي نعمل دراسه ندخل فيها لي انترفونون في السيكتور الكل. الكونسوماتور يل في بارتي يعني انا زاد قبل ما نخدم الاكسبيريونس نتاعي نشاور الكونسوماتور نشوف قداش نساله نقول له هل تقبل مثلا انه مثلا تاكل اللحم والا عظم جاي من دجاج فيرما ماكل دو. فما شكون يقول لك نقبل علاش ما نقبلش خاطر ديجا الدجاج العربي يسرح وياكل نيمبورط في الارض وياكل في الدود نتاع الكومبوست دود السماد اكسيتيرا. وفما اللي يقول لك ما نقبلش الاسباب معناها دينيه بوتيتر والا الاسباب يعني شخصيه اللي هو يعيف والا فهمت. لهنا اون فا فوار معناها في مساله الدود هذه الراي نتاع الكونسوماتور والراي نتاع ليلفور زاد تكوردو معناها هذايا ديجا باب كبير اخر. هي حل راهو مش حل هي سورس باهيه مش سورس باهيه اما لازم زاده تتنظم وتتقنن ومنظمه. ولا زولا بالنسبه لازولا زاد عندها معناها خصائص باهيه تو دو بروتيين نتاعها عاليه. ماكش باش تحكي لنا عليها برشا خاطرش نعملوا لها حلقه ان شاء الله لازولا وترجع معنا ان شاء الله لهنا نكونوا وصلنا اعزائنا المشاهدين لنهايه الحلقه نتاعنا. نعرفش كان تحب تزيد حاجه اخرى يسرى الميكرو مفتوح ليك قول شنو اللي معناها كنت تحب تعدي. اول حاجه نحب نعاود نشكرك برشا مدام جميله على الاستضافه نتاعك فريمون ميرسي بوكو. وثاني حاجه انا معناها نوجه نداء من الميكروفون نتاعكم
مش كان لي جون، اي واحد في تونس عنده طرف بوتنسيال وطرف انرجي مازال ينجم يعطيها بجاه ربي يبارتيسيب بجاه ربي، خاطر سي لو مومون او جامي. حتى لي جون على ليترونجي معناها صحابي كل نسلم عليهم ونقول لهم ما يسالش معناها حتى كان ما تجيوش ابعثونا لي ريزولتا نتاعكم. يعطيك الصحة يسرى، مشكورة اللي جيت بحثينا اليوم وأفتنا برشا برشا بالمعلومات اللي قدمتهم. لهنا نكونوا وصلنا حقيقة لنهاية البرنامج متاعنا. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وإن شاء الله في حلقة قادمة، وإلى اللقاء. باي باي.